ثم قال تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. في هذا البيت الجميل ذكر أنواع الصبر الثلاثة. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وجمع رحمه الله في هذا البيت أنواع الصبر الثلاثة. تصبر عن العصيان، هذا النوع الأول، أي احبس نفسك وامنعها عن المعصية. كل ما أرادت نفسك معصية امنعها وخوفها بالله وذكرها به، وذكرها برؤية الله لك واطلاعه عليك، تصبر. ومن يتصبر يصبره الله. كل ما همت نفسك بمعصية صبرها، يا نفس اصبري، يا نفس اصبري، فإن الأمر قريب. بعض الناس لم يصبر عن المعصية ومات وهو عاص لله، وهم كثيرون، مات وهو عاصي لله. لكن من يصبر نفسه يصبره الله. كل ما أرادت نفسه معصية من معاصي قال يا نفس اصبري، اصبري لك العاقبة الحميدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فيصبر نفسه عن العصيان، وقال واصبر لحكمه، وهذا الصبر على أقدار الله. إذا أصيب المرء بمصيبة يصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وصابر على الطاعات، وهذا النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صابر على الطاعات. الطاعة تحتاج إلى صبر. من ليس عنده صبر هل يصلي الفجر؟ هل يصلي الصلوات؟ هل يبر والديه؟ هل يقوم بأعمال الإحسان؟ إذا ما عنده صبر ما يعمل الطاعات. الطاعات تحتاج إلى صبر، ومن لا صبر عنده لا يتمكن. فالعبد يحتاج إلى الصبر ليطيع الله، ويحتاج إلى الصبر ليكف عن معصية الله، ويحتاج أيضا إلى الصبر في المصائب المؤلمات. هذا معنى قوله تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. وقوله رحمه الله في خاتمة هذا البيت علك تسعد فيه تنبيه منه رحمه الله تعالى إلى أن الصبر بأنواعه الثلاثة سبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.